السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما طلعتش امبارح علشان كان عندي تصوير، للأسف ما كنتش عارفة ابقى معاكم على الفطار. النهاردة بقى انا اجازة، صحية تعبانة شوية بس يعني الامور تمام ان شاء الله ابقى كويسة. يمكن فرهدة الصيام الله اعلم، بس يعني املا ان لما افطر ان شاء الله الدنيا تتحسن والضغط يتظبط وكل حاجة تبقى تمام. يمكن ما شربتش ميه كويس امبارح، بس احنا عارفين طبعا شرب الميه اكيد بكميات كافيه وقت الصيام ده مهم جدا 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 عشان الضغط وعشان التجلطات بتاعت الدم وعشان حاجات كتير جدا. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. سامحوني ما عرفتش ابقى معاكم امبارح بس انا النهارده اهو معاكم. طبعا الاذان اذن عندنا من بدري، الساعه دلوقتي 7:30، في ابو ظبي بيأذن 6:30 ودقيقتين تقريبا. فطرت النهارده متاخر كالعاده، موريش حد بقى، موريش حاجه، انا قاعده لوحدي وحيده مريضه تعبانه، ولا في اي حد يصحيني ولا يعمل لي اكل ولا يدلعني ولا اي حاجه. ربنا يمسكي بالخير يا ماما، ربنا يديكي طول العمر. اهلا وسهلا، منورين جميعا. طيب النهارده بقى انا هوريكم انا هفطر ايه قبل ما اسخن الطبق. لحمه محمره، معلقتين فته، شويه ورق عنب، ودي ليمونه. طبعا كويس ان انا خدت بالي منها لان كنت هدخلها الميكرويف حالا والليمونه كانت هتبوظ. خلينا نكمل بقيه المنيو النهارده وهقول لكم انا عملت ايه. طيب بما ان الفته من الحاجات اللي دايما بتبقى على سفره رمضان في بيتنا، انا بحبها قوي. بس انا عندي تركايه كده دايما بعملها في صلصه الفته. اختي داليا علمتني اعمل الفته الدمياطي. اوكي، الفته الدمياطي دي بيبقى ليها صلصه معينه كده بيعملوها دايما اهل دمياط. بتبقى عباره عن ايه؟ علبه صلصه خام عاديه جدا، اوكي، بيتحط شويه توم بيتقلوا وبعد كده الصلصه بتتحط، وبعدين بيتحط معلقتين خل وبيتحط شويه ملح وفلفل اسود بس. اوكي، دي بتتحط على الفته بعد ما بتتعمل طبعا تماما. انا الفته كمان بعملها بالعيش الشامي، مش بحب العيش البلدي. بجيب العيش الشامي بقطعه مكعبات او مربعات او بقطعه بايديا عشوائي اي حاجه، وبعد كده بقليه في الزيت. يطلع من الزيت ارش عليه شويه بودره ثوم وشويه ملح، وبعدين احطه الرق بتاعه، وبعدين احط الرز الابيض، وبعدين من فوق خالص بقى بنحط الصلصه الحمراء او الصلصه البيضاء. الصلصه البيضاء بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن توم برده وخل وشويه شوربه. الصلصه الحمراء بتغني عن الصلصه او التسقيه التانية يعني. ما بحبش احط شوربه كتير او سوائل كتير، انا بحب العيش يبقى بيقرمش. دلوقتي انا خلصت سخنت الاكل وعملت انا الصلصه لان انا بحب قوي الصلصه بالثوم. الاكل اهو بيطلع دخان الحمد لله. الصلصه دي بتبقى تقيله جدا يا جماعه، انا بقول لكم بس عشان تبقوا عارفين. دي لازم بعديها حاجه للحموضه، لان الصلصه المركزه دي لما بتحط عليها الثوم والخل بتبقى فظيعه، بتبقى تقيله جدا كمان. فخلوا بالكم بس انه بعد الفطار لو هتعملوا الصلصه اللي انا بقول لكم عليها دي عشان ما تدعوش عليا، لبن رايب بقى، فوار توتي فروتي، يعني اي حاجه. قولوا لي مين فيكم بيتفرج على زوجة واحدة لا تكفي. اكتبوا لي في الكومنتس ايه اخبار المسلسل معاكم. انا السنه دي عندي مسلسلين في رمضان. مسلسل بان ارب، يعني بطولة ناس من كل الوطن العربي، على رأسهم طبعا أستاذة هدى حسين، أستاذ ماجد المصري، ومجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي. مسلسل جريء، فيه انتقادات كتير ليه، ولكن أنا اللي حابة أوضح له حاجة، انه طول ما احنا بنعمل فن لازم نلقي الضوء على مشكلات مجتمعيه علشان نقدر نحلها وعشان ننبه الاهالي اللي ما يعرفوش عنها حاجه. مسلسل بيتكلم عن مجتمع المدارس ومشاكل الطلبه، في ترابط فظيع بين الشخصيات وبعضها. مسلسل قلب الدنيا، احنا ترند تقريبا في كل دول الخليج العربي. في ناس كتير من مصر بيتفرجوا على المسلسل. والحقيقه انه انا بس عايزه اقول حاجه، ان احنا لو ما عرضناش النماذج السلبيه عمرنا ما هنقدر نظهر الخير. يعني احنا عشان نبين الخير لازم نشوف الشر، ما يعني احنا هنعرف منين ان ده خير لو ما شفناش الشر.
فيعني مش كل الشخصيات لازم تبقى ملاكه بجناحات. انا عامله دور مختلف السنه دي، ست كل همها الفلوس، مش عايزه اي حاجه تانية، متجوزه راجل متجوز 3 غيرها ومش فارق لها، هو الفارق لها بالنسبه لها ان هو الفلوس. هو متجوز ليه؟ احنا بنناقش موضوع التعدد بكذا وجهه نظر، من وجهه نظر الراجل نفسه، من وجهه نظر مراته، من وجهه نظر السيدات اللي بيتجوزوا على مراته. يعني عايزاكم بس تتفرجوا، لان انا مش عايزه احرق لكم قوي الاحداث. انا عارفه انه المسلسل صادم وجريء، ودي من الاسباب اللي خلتني عملته. اتمنى بس انه يعجبكم ان شاء الله، ومستنيه الكومنتس بتاعتكم بقى. ياه كل مره هتقعدوا تعكسوا العبايات بتاعتي كده برضه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. مش عايزه اطول عليكم، روحوا يلا عشان تفطروا، وانا كمان هفطر لوحدي كالعاده. وفاء وماما داليا نجلاء وحشتوني، كل اهلي وحشوني. ان شاء الله اخلص المسلسل وارجع بقى افطر معاهم واقلب لكم الدنيا في المطبخ تاني بقى، طبخ وحاجات. كل سنه وانتم طيبين، مستنيه ارائكم. اتفرجوا على المسلسل على قناه MBC 1 وMBC مصر 2 وMBC عراق، موجود طبعا على منصه شاهد. مسلسلي التاني تل الراهب بيتذاع على قناه النهار وقناه LBC، وقناه روتانا دراما. معلش لسه ما اتغديتش فالضغط عاملها معايا. متنسوش تشربوا ميه كتير يا جماعه علشان الصيام بيحب الميه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. واستنوني بكره على الفطار برضو اعمل لكم منيو جديد. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.